لا 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 لا، هذه ما هو واو عاطف. والدليل على ذلك دكتور إذا تفتح يا اخواني، هذا منو اللي يتكلم؟ منو يتكلم؟ عمر فبدنا يتكلم عليك تكمل معك عمر. ليش نحضرك؟ هاي اخر مره. طيب حضرك اخر مره. مو على مود هسه 4 مواضيع انا ببالي، ما ادري على اي موضوع. مو مشكله، انتظر اكو ناس في قبل. تفضل شنو الموضوع؟ لحظه تفضل عمر، شنو الموضوع اللي ببالك؟ تفضل. نعم، اولا كلام الاخ الغريب تقيه وليس كلام اهل السلف الصالح، واستخدم معكم التقيه، فهو لا يمثل اهل السنه والجماعه. طبعا انت اي واحد يجمع بين المسلمين ما تقبلون انتم السلفيين. اي واحد هو كلامه طيب. هو شو كلامه؟ شنو تقيه كلامه؟ يقول خلينا نتكلم بالطيبه وخلينا نجمع المسلمين. هسه اردك انا على كلامه وارد على كلامك وتعرف كل شيء. ما يصير تتكلم عن ضيوفي تقول انه انت عندك التقيه كذب، فتقول انه كذاب. انت عندك التقيه كذب ونفاق، فتريد ان تقول عن ضيفي اللي يحاول يجمع المسلمين انه كذاب ومنافق. شلون؟ مو انتوا جبتوا على اهل السنه والجماعه، هو ليس اهل السنه. سني. هو انت مو سني. هو انت مو سني. انت مو سني، هو سني وانت مو سني. يلا تمام. خلي اكمل استاذ بعد ان شاء الله ورد علي. يلا تفضل. انت قلت نريد ان نجمع المسلمين ونوحدهم، وانا وياك بهذا الراي واوافقك بهذا الكلام ولله درك. بس اذا فتحنا كتبك شوي عنا بيها، الشيخ المفيد يحكي ويقول اجماع الاماميه على من انكر امامه احد الائمه وجحد ما وجبه الله تعالى له من ما وجبه ومو وجبه. كافر ضال مستحق. فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. مستحق. والصدوق يقول من جحد لحظه لا تعبر على الصدوق. واحده لك بابا. انتم انا والله ما اعرف. انت اذكر مصدر واسكت ناقشه وعبر على الثاني. هذا الكلام. اي لا انا عندي هدوء. لا الان انت ذكرت قول المفيد. من تيجي تروح على الصدوق ايش راح اسوي؟ الحقك على المفيد والحقك على الصدوق، وانا ما اقدر. خلينا هو شنو شامبو 2 في 1. هو مصدر. الان خلينا بالمصدر الاول. مصدر اصبر. ولكن انا عندي لا حول ولا قوه الا من الائمه. ما نريد الكثير. هو واحد بابا. واحد بالسره. ما سامع بالسره. خلي يصفون السره واحنا عدد. الان نجي الى كلام المفيد. يلا. جحد واحدا من الائمه. شنو اشكالك على هذا الكلام؟ اني هسه كانسان سني، انت تقول نحن لا نكفر السنه. اني رجل ما وصلتني امامه او ماكو دليل على امامه الائمه المعصومين عندك. انا خالد في النار. نحن نكفر ولكن لا نخلدكم في النار. نقول ان الضال يعذب في النار. يعني الان وجه الاشكال انه الشيخ المفيد يقول اذا جحد زين. ممكن تقولي شنو معنى الجحود؟ انكار الامامه. انكار مع ماذا؟ الجحود انكار الامامه مع ماذا يسمى جحودا؟ جحدوا بها واستيقنتها انفسهم. مع ايش؟ استاذ شوف اخواني، هذا الله كيف تفكك ويا العبارات. اول عباره تفكك ضاع. اخونا الحبيب يا عمر يا تاج راس. لا ما ضعت. اسمعني. قلت لك شنو معنى الجحود؟ لما انسان يجحد امرا ما معناه؟ يعني لا يتبعه او ينكره. يجحده ولا يتبعه. ينكره بوجه العموم. لا اخونا، الجحد مع الاستيقان. يعني انت علمت واستيقنت وآمنت ثم تجحده جحودا، تنكره إنكارا جحودا. يعني أنا أقول الله رازق، الله خالق، وأدري الله رازق ومؤمن بهذا، وبعد ذلك أكفر بالله.
او مثلا اقول انه سيد حي الله السيد ميثم الموسى. السلام عليكم فنجينا، حياك الله وحيا الله سماحه الشيخ على المكتب. الله سيدنا شيخنا، الله يحفظكم شيخنا العزيز، يبارك فيكم. الله يحفظكم، الله يبارك فيكم شيخنا، حياكم الله. الله يبارك فيكم، حياكم الله شيخنا. ولذلك القرآن يقول وجحدوا بها واستيقنتها، يقين، عندهم يقين وبعد ذلك جحدوا. فالآن أنت بعد ذلك ماذا قلت؟ قلت أنا ما ثابت لدي، أنت قلت قبل قليل، قلت أنا ما ثابت لدي أن عليا هو الإمام، أنا في النار. هذا الكلام ما يشملك. لماذا؟ لأن أنت تعتبر مستضعف. لو أنت متيقن أن الإمام علي عليه السلام هو الإمام بالأدلة اليقينية أن الله قال والنبي قال، ثم تنكر هذا الأمر جحودا، والله تمو بالنار ب60 نار. هذا هو الكلام. فما عندك حجة. أستاذ وعد ما قال هذا الكلام من علمائك، يعني لو أنت تفسر من يعني هي هذا كلامك، أنت مو قرأت قبل شوية تقول جحد إمامة أحدهم. لا على وجه العموم، على وجه العموم علمائك كفروا أهل لا أقف لا تعبر على نص آخر، لا تعبر على نص آخر. أنت يا ابن الحلال يا حبيبي يا عمر يا نور عين، أنت مو قرأت كلام المفيد فيها ومن جحد إمامة أحدهم؟ مو أنت قرأت ولا أنا اللي قرأت؟ قرأت بس ما قال لك الجحود يعني درى. الآن نجي إلى لفظ الجحود، لأن هو قال جحود وأنا لزمتك بالجحود، فاثنيننا الآن على الجحود. فلزمت قلت لك شنو معنى الجحود؟ أنت قلت لي أنا اللي اسمي عمر ما ثابت عندي. إذا ما ثابت أنت يقال لك. ولذلك إذا أنت عراقي كل مراجع الشيعة تودي له تقول له السلام عليكم سيدنا، يقول لك عليكم السلام، يقول له سيدنا هذا عقد زواج، أنا شيعي ومتزوج من سنية تقول أبو بكر هو الإمام وعمر هو الإمام وعثمان هو الإمام، وبعدين تقول علي هو الإمام. يا سيد السيستاني، يا المرجع الفلاني، يا فلان، عقدنا شرعي ولا هذا يعتبر عقد بين مسلم وكافرة؟ كل العلماء بالإجماع، وانت بالعراق وتدري هذا الأمر، كلهم يقولون أن العقد شرعي وأن الأولاد يلحقون بأبيهم ولو كان الأب سني. ما عندنا يعني معناه كل علمائنا فهموا كل علمائنا فهموا أن السني لا يعتبر كافرا على الإطلاق. ثم هب أن عالما من العلماء قال أن فلانا كفر. هذا هو أولا مو موضوعنا، بس هب، هذا ما يلزمني رأيه. لماذا؟ لأن هذه أمور ليست في أمور. أستاذ بعد إذا خلصت أنا مدرج عالي. خلص أخونا، خلص بعدني ما مكمل. يلا اخواني سووا ميوت، اخواني ما اعرف. واحدة تكمل ان شاء الله هاي بشرى. نعم. اي طيب، الآن نأتي إلى القضية، أنه قلنا أن السنة لا يعتبرون كفار. هب أن عالما من العلماء قال رأيه لا يلزم. لماذا؟ إذا كانت هذه على مسألة الفتوائية فلا يجوز تقليد الميت، وهذه المسألة ما لها علاقة، هذه مسألة معرفية ما لها علاقة بالتقليد. كان من كان يقول هذا القول لا أخذ بقولي. هذه واحدة. الآن بالنسبة للدليل الآخر، أنتم السنة تنكر علينا نحن الشيعة وأنتم سنة، هذا كفر هذا ما كفر هذا ما أعرف إيش، لأن بينهما خلاف. لكن المصيبة أنتم كفرتم الأزهر وكفرتم جماعة عمر، يقبل بخلافة أبي بكر، ويقبل بخلافة عمر، ويقبل بخلافة عثمان، ويحب عائشة ويحب حفصة ويحب كل الصحابة، وهم عندكم كفار
زنادقة أنجس من الكلب والخنزير عندكم، بل أنكم هذا الكلام قاله أخوي. لا هذا الخوي خالفكم أخونا. أنا أتكلم لك عن أنجس من الكلب والخنزير. أي أنتم تقولون. اسمع، ابن خزيمة يقول من أنكر أن الله تبارك وتعالى في العلو، هو يقصد العلو المكاني، وأنه جالس فوق العرش، فهذا كافر حلال الدم، يقتل يستتاب، وإلا قتل وكان ماله فيء ونساءه. هذا عندكم أنتم، بل كفرتم الأشاعرة وألفتم كتاب. اسمع، ألفكم كتاب إخواني، هذا كتاب كامل. هو يجي يقول أنتم صاحبك اللي هو متفق وياك ويا عمر تكفره، يقول عمر خليفة وأنت تقول خليفة، وواحدكم يأكل الله. هذا كتاب، شوف إخواني، هذا كتاب اسمه جمع الجيوش. هدوء. لا أنت مو فتحت التكفير، تتحمل إلى أنت قلت هو بالتكفير. أنا والله جايك اسمع، جايك بالتكفير 4 ساعات أتكلم وما أسكت بالتكفير. اسمع أخوان، هذا كتاب راح أعطيك حقك، راح أعطيك حقك، بس أنت بيتك أخوك اللي وياك بالبيت ما سلم من تكفيرك. تحكي على الشيعة يخالفوكم، بيناتكم تكفير يخالفوكم، بس أنت أخوك اللي منك وبيك، اللي عنده أن أبا بكر خليفة وتكفره، واللي يقول عمر خليفة وانت تكفره، واللي يقول عائشة شريفة وانت تكفره. أنتم تكفرون الأزهر، تكفرون الزيتونة. سأظهر لك مصنفات، هذه واحد من المصنفات. هذا ابن عساكر إخواني من كبار. خلك أكمل. أنا أدري كلامي موجع، أدري كلامي موجع. خلك أكمل. أنت تحمل. شوف أنت طلعت بالمطار. اسمع، طلعت بالمطار، تحمل الدنيا تمطر عليك، تحمل البلل، تحمل. والله لا نقعد تنقيع. اصبر خلي اكمل كلامي. بما انه فتحت موضوع التكفير، انا الفت كتاب في هذه المسألة. اسمع اخونا، خلي اكمل. انت تخاف سأعطيك والله اعطيك. لا تخليني اقرا للناس، خلي الناس تعرف حقيقتكم، خلي الناس تعرف حقيقتكم، اترك الناس تعرف حقيقتكم مع أهل السنة، مع كبار علماء السنة. إخواني، هذا ابن عساكر، كلكم يعلم تاريخ ابن عساكر من كبار. لا حول ولا قوة إلا بالله. بابا اسمع، أنا الآن 100 كتاب أسحب لك في تكفيركم لأهل السنة. إذا ما أقرأ هذا، شوف بما لا خلي هو دوري. أنت لما قلت تكفر قلت لك خل أرد عليك. أنت ذكرت مسألة، أنا ما خرجنا عن الموضوع. أرجوك، خرجنا عن الموضوع، خلينا نرجع للقسم. الله يرضى عليك. أحسنت. لا ممكن أكمل جملة بس أرد هذا أقرأ هذا الكلام فقط سطر واحد ويكفي. اصبر سطر واحد ويكفي. شوف اخواني، ما يريدون يتكلم لان انا افضحهم، لان اذا تكلمت الان فضحتهم. هو الان تورط. ليش؟ لان يقول ان الشيعة يكفرون. زين، انت مخالف، ما تقبل علي بن ابي طالب امام، يكفرك تكفر، هذه بيناتكم، لكن انت اخوك تكفره. يعني انت أبوك منك، وأبوك اللي جابك بالبيت إذا أشعري عندك كافر، أبوك اللي ولدك زين عندك كافر. شوف إخواني، هذا جمع الجيوش، جيوش مال تكفير، الله وكيلكم، جمع الجيوش والدساكر على وعد اللامي. جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر، مش أنا، على حافظ من حفاظ السنة. شو سوى هذا الحافظ؟ لين ما يوافقهم. شوف إخواني، هذا الكتاب أمامكم على الشاشة، هذا الكتاب أمامكم على الشاشة. هذا جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر
جمال الدين يوسف بن حسن بن عبد الهادي الدمشقي المتوفى سنة 41 و800. أقرأ لكم لعن السنة وتكفير السنة على المنابر. أخواني يشهد الله أنا هذا مو موضوعي، لكن فقط لعن السنة وتكفير السنة على المنابر. هم يكفرون السنة بعد إذنكم على المنابر. ماذا يقول هذا؟ اسمع، شوف أخواني، هذا يقول في الصفحة 91 و100، وهذا الكتاب أمامكم. شوف أخواني، هذا الكتاب أمامكم وين مطبوع؟ شوف أخواني وين مطبوع؟ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، هذا جمع الجيوش والدساكر على بن عساكر لحسين بن مانع القحطاني. اسمع ماذا يقول في الصفحة 91. هذا مورد من الموارد. ومنهم يحيى بن عمار كان إماما مقدما مجانبا لأهل السنة الأشاعرة، مجانبا لهم. قال شيخ الإسلام الأنصاري: رأيته ما لا أحصي من مرة، ما لا أحصي من مرة على منبره يكفرهم ويلعنهم ويشهد على الأشعري بالزندقة، ويشهد على السني الأشعري بالزندقة. من هو الأشعري؟ هذا مفتي مصر الحبيبة، يقول عقيدة الأشاعرة هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا يقول لعنة الله عليكم، لعنة الله عليكم يا كفار، لعنة الله. هذا ترى 151 عدهم. شوف إخواني، هذا الكتاب أمامكم 151 و351 151 و300 من كبار العلماء، كلهم تكفيرية نخلة وخط وفسفورة. يعني شايف كلهم مكفرشية بدرجة أولى. هذا واحد من ماذا يقول؟ يقول منهم العميد الوزير أبو فضل الكاتب كان مجانبا لهم، وهو الذي أمر بلعنهم على المنابر. يعني يقف على المنبر ويقول لعنة الله عليكم يا سنة، يا كفار، يا سنة، يا أشاعرة. تريد أقرأ لك 100 مورد، والله العظيم 100 مورد من الكفار. فلا تفتح هذا الموضوع معي، فهمت علي؟ لا تفتح هذا الموضوع معي في مسألة التكفير. أجيب لك من الطرفين، والله العظيم أجيب لك من الأشاعرة من قالوا عنكم يا سلفية أنكم زنادقة كفار، وأن ابن تيمية زنديق كافر عبد أضله الله. وهذه الكتب أمامي، يعني ما أتكلف العناء، هذه الكتب أمامي. شوف هذه الكتب أمامي، ما أتكلف العناء، هذه الكتب أمامي، ما أتكلف العناء. 100 مجلد أضعها من الميز إلى السقف، والله العظيم. فلا تفتح وياي هذا الموضوع. زين، الآن على قولة الأخ دكتور مجاهد رجعوا إلى الموضوع. طيب أبو عاشر، تفضل شيخنا الحبيب أبو عاشر.